بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جمهور ومتتبعي ومتتبعات تيفلت ميديا. بعد هذه الاحتجاجات المتواصله ديال الناس على الغلاء ديال الماء والكهرباء، بغينا نعطيكم واحد النموذج باش تعرفوا هاد الناس راه علاش تيغوتوا واش من حقهم ولا ما من حقهمش. هاد الورقه هذه كما كتشوفوا هي فتره الاستهلاك ديالها هي شهر 10، يعني نورمالمون تقيدات في الاول ديال شهر 11، يعني في الاخر ديال شهر 10، يعني هذا الاستهلاك ديال 10 2016. الحجم ديال الاستهلاك 37 متر مكعب، وهذا هو التاريخ القديم. يعني الورقه ديال شهر 9 كان فيها 849، ويعني انه تيقول بانه في هذا التاريخ هذا في الاخر ديال شهر 10 جا ولقى 886. يعني هذا اللي جا قيد الورقه في الاخر ديال شهر 10، يعني نقول شهر 11. حنا اليوم في 25 شهر 11، يعني 25 يوم ديال الاستهلاك من بعد هذا التاريخ اللي قيد فيه هو الورقه. نورمالمون بالعقل خصنا نلقاو راسنا فتنا هذا الرقم هذا، لانه كاين 25 يوم ديال الاستهلاك. اذا نجيو للمكانه وغتشوفوا الخطا فين كاين. هذه هي المكانه، نشوفوا الرقم ديال المكانه من هنايا. الرقم ديال المكانه ها هو، شوف الورقه. الرقم ديال المكانه كما كتشوفوا، الرقم ديال المكانه هو 19 و290، اللي هو هذا 19 و290. هنايا باش ما تقولوش راه حكارها وبالتسلسل، هو 19 و650. هذه شوفوا شنو كاين ديال الاستهلاك دابا بعد 25 يوم ديال الاستهلاك. يلاه 879، بمعنى انه من بعد 25 يوم ديال الاستهلاك باقي ما وصلناش هذا الرقم هذا. هذا الرقم هذا اللي تيعطينا تقريبا 12000 ريال 584، واللي غيوصلنا الشطر الرابع، واللي غيتحسب لينا ب 11 درهم فاصله 03. هذه الورقه هذه يعني زايد فيها الاستهلاك ديالها اكثر من اللازم. يعني كنقولوا باننا 25 يوم فوق هذا الاستهلاك هذا باقي ما وصلناش لهذا الرقم. هذه القضيه هذه كتكرر ديما، وعادي دابا هذه عنده في الاداره. الا مشيت عندهم انا وديت هذه الورقه هذه وديت هذه التصويره هذه، او جا هو راقب، غادي يعرف بانه غلط وغادي يصحح ليا. ولكن عشرات ديال الناس، اللي ما نقولوش مئات ديال الناس، ما كيعرفوش يقراو الورقه ديالهم بهذه الطريقه وتيوقعوا في خطا وتيخلصوا الورقه ديالهم. انا سبق وقعت لي هذا المشكل في حوار مع السيد اللي كاين تمايا، قال لي وهذه القضيه هذه اللي خصكم تعرفوها وخصنا كاملين نهضروا عليها، هو ان المكتب الوطني ديال الماء الصالح للشرب شنو داير عقده مع شركه بالتفويض ديال هاد الناس اللي كيدوروا على المكانات. المفروض جوج حوايج: هو ان الناس هادو يكونوا مؤهلين باش يقيدوا مزيان ما يخطئوش، وحاجه ثانيه انه فاش يجي يقيد الورقه يلصق الورقه ديال المراقبه ويلصق فيها الاستهلاك. بمعنى انا كمواطن كنجي تنعرفوا بانه داز، ماشي يجلس في القهوه وقيدها تقديريه. وهذا كتوقع بزاف، تيجلس في القهوه وتيقيد من عنده، ما تيدوش، ما عندوش شي حاجه اللي كتثبت بانه راه داز عندي هنايا للمكانه. وهذا هو اللي خصنا نهضروا عليه. هاد الناس هادو فاش سولنا لقيناو ان جا شركه ما عندوش قانون، ما عندوش هادو امور. الناس اللي تنطالبوا هاد الناس اللي كيقيدوا يهضروا على راسهم ويحسنوا وضعيتهم ويحسنوا الخدمه ديالهم، يتقنوا الخدمه ديالهم، ما يجلسوش في القهاوي وما يجيش يديروا بحال هاد الاخطاء، لان كتكرر بزاف وكتضيع بزاف ديال الفقراء وديال الناس اللي هما معوزين، كتلزمهم واحد الفاتورات اللي هي ماشي في المتناول ديالهم. حنا ان شاء الله غادي نمشيو غادي نصلحوا هذه الورقه هذه وغادي تقاد، لان هذا خطا واضح. وهذا اللي كنتو هذه اللي كتخدم ميكانيكيه ماشي رقميه، الحمد لله ما نعرفوا انه ما غاديش يكون التزوير ديالها ميكانيكيه، غير راقبوا. هذه راه هي اللي قيدته لكم، هذه راه هو اللي كاين. يعني راه ما كيمكنش التلاعب فيها، لانها مصممه بواحد الشكل اللي ما يقدر حتى شي واحد يتلاعب فيها، وماشي رقميه اللي نقولوا ممكن بشي برنامج اللي غادي يبدلوا هو. يعني المفروض انه يجي هو لهنا ويراقب، وحتى كل مواطن يجي يراقب هذه الورقه هذه ويشوف دائما هذا الاستهلاك ديالو واش هو اللي كاين هنايا. والناس اللي كتحتاج اول حاجه طالب بان هاد الناس فين ما يجيو يلصق ورقه ديال المراقبه، كما دايرين في طنجه وكما دايرين في المدن الاخرى اللي ما تصدع على سميتو، انهم طالبوهم باش ان هذاك المراقب يجي يلصق ورقه ديال داك الشهر ويلصق فيها الاستهلاك. وشكرا.